ازاي شركة جزم بعد ما اعلنت افلاسها رجعت تبيع نفس الجزمة القديمة بأضعاف ثمنها؟ سنة 1917 شركة أمريكية اسمها كونفرس نزلت جزمة كرة سلة جديدة اسمها اول ستار. في الوقت ده كرة السلة كانت لسه رياضة جديدة، ومعظم الجزم كانت بتزحلق على أرضية الملعب أو بتتقطع بسرعة. الجزمة الجديدة كان نعلها المطاطي بيدي تماسك أفضل، وقماشها كان أخف من الجزم الجلد المنتشرة وقتها، فاللعيبة بدأت تشتريها وشهرتها كبرت سنة بعد سنة. بعدها ب5 سنين دخل على الشركة لاعب كرة سلة اسمه تشاك تيلر. ما كانش أشهر لاعب في أمريكا، لكنه كان لاعب محترف، وبعدها بقى مدرب، وكان بيلف على المدارس والجامعات يعلم الناس كرة السلة. أول لما لبس الجزمة عجبته فكرتها جدا، لكنه اشتكى للإدارة إنها محتاجة تبقى أريح في المباريات الطويلة. بدل ما يرفضوا كلامه سمعوا ملاحظاته وأضافوا التعديلات اللي اقترحها، وبعدها عرضوا عليه يشتغل معاهم. وافق، وبقى يلف على المدارس والجامعات يدرب المدربين واللعيبة على كرة السلة كالعادة، وفي نفس الوقت يعرفهم بجزم كونفرس. كل مدرسة أو جامعة كان بيزورها كان يسيب ورا لعيبة أكتر لابسين كونفرس، لحد ما الشركة قررت تحط توقيعه على الجزمة، ومن يومها بقى اسمها تشاك تيلور اول ستار. وخلال سنوات قليلة بقت الجزمة الأشهر في ملاعب كرة السلة الأمريكية. لكن في السبعينيات دخلت أديداس، وبعدها نايكي، وبدأوا ينزلوا جزم أخف وأريح وبتكنولوجيا أحدث. أما كونفرس فكانت لسه بتبيع نفس الجزمة القماش القديمة. نجم ورا نجم سابوا كونفرس، ومع كل موسم كانت حصتها في السوق بتقل. الإدارة حاولت تطور التصميم وحاولت تنزل موديلات جديدة، لكن مفيش أي حاجة نجحت. وبحلول سنة 2001 الشركة أعلنت إفلاسها وقفلت آخر مصانعها في أمريكا، والكل افتكر إن دي النهاية. لكن بعد سنتين نايكي اشترت كونفرس بحوالي 305 مليون دولار. واول سؤال سالوا مسؤولي نايكي: لو البراند خسر كرة السلة ليه الناس لسه مهتمة بيه؟ بداوا يراجعوا ارقام المبيعات ويراقبوا مين اللي لسه لابس كونفرس في الشوارع. وهنا كانت المفاجأة: طلاب الجامعات، فناني الروك، ورسامي الجرافيتي، والشباب العادية في الشارع. نايكي فهمت حاجة مهمة جدا: الناس دي مش عايزة كونفرس تبقى احدث، هي بتحبها لانها قديمة اصلا. فساعتها اخذت قرار عكس كل التوقعات. بدل ما تطور الجزمة حافظت على نفس التصميم ونفس القماش ونفس الشكل اللي الناس عرفته، لكن غيرت طريقة تسويقها. بدأت تعمل تعاونات مع فنانين ومصممين، وظهرت كونفرس في حفلات الموسيقى بقى وافلام هوليوود وعلى اقدام مشاهير كتير جدا. وبدل ما كانت بتنافس في ملاعب كرة السلة بقت بتنافس في عالم الموضة، ورجعت مبيعاتها تزيد سنة بعد سنة. ده اهم درس لازم نتعلمه: اوقات منتجك مش بيفشل لانه وحش، هو بيفشل لانك بتحاول تبيعه للجمهور الغلط. ولو اكتشفت مين اللي حب منتجك فعلا وبنيت البراند حواليه، ممكن نفس المنتج يرجع ينجح من جديد.